السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة وفي احسن حال. النهاردة رجعت لكم بفيديو جديد. معاكم سمر من قناة منوعات ووصفات مع ام تسنيم. هندخل المطبخ دلوقتي علشان نشوف هنعمل ايه. فيديو هيكون بإذن الله يعني سهل وبسيط زي ما تعودنا مع بعض. كمان هيكون مهم جدا في رمضان. كلنا طبعا دلوقتي بنعيش الأجواء الرمضانية الجميلة، وبنعمل مع بعض أحلى الأكلات وأشهى الأكلات وأسهل الأكلات في نفس الوقت اللي هتنفعنا جدا في رمضان كمان لو عندنا عزومات. يلا بينا ندخل المطبخ علشان نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. دلوقتي دخلنا المطبخ، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بإذن الله هنعمل مع بعض النهاردة خشاف البلح باللبن. قبل كده نزلت معاكم على القناة فيديو للخشاف بالمكسرات والمشمشية والقراصية والمية. ما ضفناش عليه لبن طبعا، ووعدتكم بإذن الله ان انا هنزل لكم الخشاف بأكتر من طريقة. دي بإذن الله النهاردة تاني طريقة، وان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية برضو هعمل لكم الخشاف بطريقة تانية او تالتة بقى مختلفة خالص. تمام، لان طبعا رمضان 30 يوم عشان ما نملش يا جماعة، ولازم نحسس كده اولادنا ان احنا بنغير لهم وبنجدد لهم في الاكلات اللي بنعملها. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الخشاف شيء اساسي كل يوم ساعة الفطار. كل سنة وانتم طيبين. فمهم جدا ان احنا نبدع فيه بقى ونعمل ايه يعني تنوع عشان ما يملوش. طيب النهاردة بإذن الله هنعمله مع بعض بالطريقة التقليدية العادية خالص، اللي هو البلح باللبن. طيب ان شاء الله بإذن الله عندي اضافة الموز. مش عارفة مصرة ان انا احطه بجد والله العظيم بيكون خطير قوي. لو انتي متعودة ان انتي تعملي الخشاف باللبن فقط، جربي بجد تضيفي موز. اولا هتاخدي يعني قيمة غذائية عالية ليكي ولأطفالك كمان. بجد بيكون طعمه فوق الروعة، غير لما بتعمليه بلح باللبن كده وخلاص. لو ما جربتيش تضيفي الموز جربيه ان شاء الله هيعجبك قوي. تمام. يلا بينا دلوقتي على طول نشوف هنعمل ايه. المكونات بسيطة وسهلة زي ما انتوا شايفين. معانا البلح بتاعنا، جبته طبعا غسلته كويس قوي وشلت منه النوى. وطبعا بعد ما بنشيل النوى بنديله شطفة تاني. بس يا جماعة برضو في نقطة عاوزة اتكلم فيها. ما تنقعيش البلح في مية وترجعي ترمي المية بتاعته، لانه بياخد حلاوة البلح. المية يعني اللي هتدلقيها دي بتاخد حلاوة البلح وطعمه. تمام، يبقى احنا هنغسله نشطفه. هو اصلا بسم الله ما شاء الله بيكون نضيف وجميل، بس طبعا لازم نغسله لانه ايه بيكون فيه ترابة زي ما احنا عارفين. معانا هنا اللبن. النهاردة انا حابة اعمله بلبن اللي هو العلب. بصراحة بستثقل اللبن الحليب اللي هو العادي يعني بتاعنا فيه، يعني بحس ان هو تقيل شوية ساعة الفطار. فخلينا نعمله بالعلب. لو مش متوفرة عندك عادي اعملي باللبن اللي هو الايه الحليب بتاعنا اللي بنشتريه من عند اللبان، مفيش اي مشكلة. الاضافه بقى اللي معانا الفانيليا، هتخلي طعمه كريمي قوي وتحفه، عامل زي ما يكون ايس كريم. هيعجب اطفالك جدا وهيعجبك باضافه الفانيليا. تمام. ومعانا كمان هنا شويه سكر. حابه طبعا تضيفي سكر مفيش مشكله، لكن انا عن نفسي النهارده مش عايزه اضيف سكر خالص يا جماعه، لان البلح اللي عندي ما شاء الله اصلا بيكون مسكر لوحده قوي. وكمان عشان انا عندي السكر برضو، فمش عاوزه ايه يعني ابوظ الدنيا. ادعوا لي بقى ربنا يشفيني انا وكل المسلمين يا رب. وما ننساش طبعا ندعي لكل امواتنا يا رب كده يغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب علينا كلنا. تمام. يلا بقى نشتغل على طول. اللبن اللي معانا يا جماعه ده طبعا بارد. فطبعا هنا في نقطه مهمه جدا. لما نيجي نعمل البلح او الخشاف باللبن، يفضل جدا ان اللبن بتاعك يكون سخن. تمام. ما تجيبهوش كده من التلاجة وتضيفيه، هياخد وقت طويل قوي. وكل لما تعمليه بدري وتركني اللبن في البلح كل ما بتاخدي طعم يعني رائع وجميل جدا جدا. تمام. متهيألي كده كلامي واضح جدا. هعمل ايه؟ هاخد اللبن اللي معايا ده هدفيه بس شوية صغيرين كده على النار، لان طبعا احنا عارفين ان لبن العلب ده ما بيتغليش. تمام. وهرجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه. استنوني. دلوقتي بقى رجعت لكم تاني. وجبت كده البولة الكبيرة دي عشان ابتدي ان انا اشتغل فيها براحتي. هنقول بقى بسم الله وننزل بالبلح اللي معانا او التمر. تمام. ونبتدي بقى ايه طبعا في الخطوة دي. هنا زي ما انا قلت لكم لو حابين تضيفوا سكر، خليني برضه امشي معاكم كده بالخطوات بالراحة.
بصوا هنا هنضيف ايه الفانيليا على اللبن طبعا وهو سخن كده. بسم الله. حطي شويه حلوين هيخلي طعم اللبن جميل زي ما قلت لكم، هيكون عامل زي الايس كريم. وقلبيها طبعا كويس قوي. تمام. وخلينا برضو نضيف شويه سكر بس بسيط قوي، انا مش حابه اضيف سكر كتير زي ما اتفقنا. تمام. تمام. ونقلب بقى كويس قوي. وبعد كده نبتدي نجيب ثواني يا توته. تمام. ابتدي بقى كده انزل بسم الله بالحليب. بصوا بيطلع دخان اهو. وطبعا هنا في نقطه، خلي الحليب زياده شويه عن التمر او البلح اللي معاكي، مهمه جدا. ليه؟ لان هو طبعا هيتنقع فيه وهيفضل يشرب منه، فهتلاحظي ان الحليب شويه هيقل، يعني الكميه اللي معاكوا اللي معانا دلوقتي دي كمان شويه مش هتبقى هياها، هتلاحظوا ان هي هتقل في البلح، لان طبعا كل ما اركنه في البلح كل ايه لما هيمتص الحليب اللي انا حطاه. فانا دلوقتي هغطي عليه طبعا على طول وهو سخن كده، مهمه جدا الخطوه دي. هجيب غطا دلوقتي وهغطي على طول، وبعد كده هرجع لكم باذن الله قبل الفطار ونشوف هنقدمه ازاي او هنعمل ايه. استنوني. دلوقتي بقى رجعت لكم تاني، خلاص المغرب قرب يأذن. يلا بينا بقى نشوف هنقدم البلح باللبن بتاعنا ازاي النهارده. الموز اهو قطعته شرايح كده زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى نقول بسم الله ونبتدي ان احنا ايه نضيفه على التمر باللبن. عاوزه اقول لكم ان شاء الله لما تجربوه هيعجبكم جدا وهتتبسطوا منه قوي. وتبتدي بقى تقلبيه كده. انا عندي الحمد لله معوده اولادي عليه، بيعشقوا قد ايه حاجه اسمها تمر باللبن والموز. كفايه يا جماعه الغذاء اللي انا بديه لاولادي، وانت كمان لازم تحرصي ان انت في كل اكلاتك وفي كل وصفاتك تحاولي تحطي قيمه غذائيه اعلى ليكي ولاولادك. تمام. خلاص كده المفروض ان هو هيتقدم على طول. خلينا هنا برضو عندي شويه زبيب، طبعا حابه تضيفي تمام، مش حابه مفيش مشكله. تمام. ومعايا هنا المكسرات برضو، بس خليها بقى ايه للزينه للوش. ممكن طبعا نضيف جوز هند لو عاوزين. تمام. خلاص. طيب دلوقتي بقى جبت الاطباق او البولات او الكاسات، يعني اي حاجه موجوده عندك، ونبتدي بقى ان احنا ايه نقدم مع بعض. طبعا اصلا المفروض الموز باللبن والتمر ده طول السنه نعمله لاولادنا، يعني مش بس في رمضان، من كتر بجد ما القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا. استنوني باذن الله كمان في فيديو تاني ان شاء الله هعمل لكم باذن الله عصير البلح بالتمر، البلح بالموز تقريبا. وممكن برضو يعني نعمل عصير البلح باللبن لوحده، وممكن نعمل عصير التمر مع الموز مع اللبن. تمام كده. ان شاء الله باذن الله هجدد لكم وهنزل لكم وصفات جميله. بس بجد يعني بستنى باذن الله رايكم في الفيديو ده، وما تنسوش بقى اللايك والشير عشان الكل يستفيد والقناه تكبر بيكم. تمام. هكمل بقى بقيه الكميه وارجع لكم عشان ايه نختم الفيديو بتاعنا. خلاص دلوقتي بقى فضيت البلح بالموز باللبن بتاعنا في الاطباق كده. بسم الله ما شاء الله تحفه جدا وبيتكلم عن نفسه. هتلاحظوا طبعا ان اللبن اللي معايا لونه غمق شويه مش ابيض زي ما انا كنت نازله بيه كده، اخد من طعم البلح. وطبعا اكيد العسل بتاع البلح لما بينزل بيغير ايه لون اللبن، وكل ما بتركنيه شويه في اللبن مع البلح بتلاقي اللبن كده لونه بدأ ان هو ايه ياخد شويه من نفس لون البلح. ان شاء الله باذن الله هتجربوه هيعجبكم جدا. وبتمنى بجد اللي ما جربش يضيف الموز يبتدي ان هو يضيفه، ان شاء الله هياخد طعم جميل قوي ونتيجه كويسه وهتعجبك وهتعجب اطفالك باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله استنوني باذن الله في فيديوهات تانية جديده على قناتي. ان شاء الله هنعمل افكار جميله قوي للخشاف برضو والعصاير رمضان باذن الله، والحلويات ان شاء الله مش هننساها طبعا، لسه ورانا حاجات كتير قوي. بس اهم حاجه لايك والشير علشان الكل يستفيد. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناه منوعات ووصفات مع ام تسنيم، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه.